هل عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ ليه أنا في كلية إعلام ولسه بدرس إحصاء؟ ليه أنا داخل هندسة ولسه بدرس مواد عن الاقتصاد أو الأخلاق أو الفيزياء القديمة؟ هو أنا مش جاي هنا علشان أتعلم حاجة واحدة وأبقى محترف فيها. ناس كتير بتشوف النظام التعليمي كأنه متاهة، بتدخل من باب تلاقي نفسك بتتعلم حاجات ملهاش علاقة ببعض، وتسأل السؤال اللي بيشغل دماغ كل طالب في مرحلة ما: ليه بندرس مواد ملهاش علاقة بتخصصنا؟ هو ده وقت تضييع ولا في سر ورا النظام ده؟ النهاردة هنجاوب على السؤال ده، وهندخل جوه عقلية النظام التعليمي ونعرف ليه النظام مصمم بالشكل ده. هل فعلا كل مادة ليها قيمة؟ وإزاي المواد الجانبية بتصنع منك محترف حقيقي مش مجرد حافظ؟ فستة أفكار استعد لفهم مختلف يمكن يغير نظرتك للدراسة كلها. الفكرة الأولى: التعليم مش بس معلومات. أول حاجة لازم نفهمها، التعليم مش بس مجموعة معلومات متخصصة. الجامعة مش معمولة علشان تديلك بس المهارات اللي هتشتغل بيها، دي كمان بتبني شخصيتك، طريقة تفكيرك، وتدربك على التحليل، النقد، والإبداع. مثال بسيط: ليه طالب الطب بيدرس أخلاقيات المهنة؟ علشان مش كفاية تعرف جسم الإنسان، لازم كمان تعرف إزاي تتعامل مع مريض بيموت، إزاي تاخد قرار صعب بين حياة شخص وحياة شخص تاني. هنا الأخلاقيات بتلعب دور حاسم، وده مش تخصصك بس جزء من شغلك. الفكرة التانية: المواد الجانبية بتعلمك مهارات خفية. في حاجة اسمها مهارات القرن ال21، دي مهارات زي التفكير النقدي، حل المشكلات، التواصل الفعال، العمل الجماعي. المهارات دي مش بتتعلمها في كورس واحد اسمه تفكير نقدي، لكن بتتكون بالتدريج وانت بتتعرض لأنواع مختلفة من المواد. مثلا مادة التاريخ بتعلمك تسلسل الأحداث وربطها بالواقع. مادة الفلسفة بتعلمك تشوف الموضوع من أكتر من زاوية. مادة الإحصاء بتخليك تتعامل مع الأرقام بوعي مش بس تحفظها. يعني وانت بتقول دي مادة ملهاش لازمة، ممكن تكون بتبني فيك مهارة مش واخد بالك منها. الفكرة الثالثة: التخصص بيتغير. الحقيقة الصادمة: أغلب الناس مش بيشتغلوا في نفس تخصصهم. يعني اللي درس إعلام ممكن يشتغل في التسويق، واللي درس هندسة ممكن يشتغل في البرمجة، واللي درس طب ممكن يشتغل في إدارة المستشفيات. عشان كده المواد الجانبية بتديك أرضية متنوعة، بتخليك مرن، تقدر تتنقل بين مجالات مختلفة. وده مهم جدا في زمن الفرص السريعة والمجالات اللي بتتغير كل يوم. الفكرة الرابعة: العقل بيحب التنوع. من الساعة 9 إلى الساعة 11:30 في دراسة بتقول إن العقل البشري بيتعلم أفضل لما بيواجه معلومات مختلفة. يعني لما تذاكر رياضة بعدين تروح تذاكر علم نفس، العقل بيشتغل أكتر وبيحتفظ بالمعلومة فترة أطول. التنوع مش تشتت، ده تدريب على التركيز العميق وسط الاختلافات. وده مهم جدا في سوق العمل، لأنك دايما هتشتغل في بيئة فيها معلومات من تخصصات مختلفة. الفكرة الخامسة: المواد التكميلية شرط قوة تحليلية أكبر. لو سألت مهندس شاطر إزاي بتفكر لما بيجيلك مشروع، هيقولك أولاً بحلل البيانات، بعدين بربط النتيجة بالواقع، بعدين بحاول أتصرف بمرونة. كل ده مش بس جاي من الرياضة أو الميكانيكا، ده جاي من مواد زي منطق، اقتصاد، حتى أدب أحياناً، لأن كل مادة بتعلمك زاوية مختلفة من التفكير. الفكرة السادسة: التخصص بيجي في الآخر. النظام التعليمي مصمم على إنك تبني أساس واسع بعدين تتخصص في جزء منه، زي البنا اللي بيبدأ بأساس عريض بعدين يبني عمود قوي. فلو بدأت بالتخصص من أول يوم ممكن تكتشف في نص الطريق إن ده مش المجال اللي أنت عايزه، لكن لما تبدأ بتجربة متنوعة بتفهم أكتر وتختار التخصص الصح بإرادتك. الخاتمة: الساعة 5 مساء إلى الساعة 9 مساء. الموضوع مش إنك بتدرس مواد ملهاش لازمة، الموضوع إن كل حاجة بتدخل دماغك بتسيب أثر. يمكن تفتكر إنك بتضيع وقت، لكن الحقيقة إنك بتبني شخصيتك، طريق تفكيرك، ومرونتك المستقبلية. لو وصلت هنا فأنت شخص بيدور على فهم أعمق مش بس شهادة. قلنا في التعليقات إيه أكتر مادة كنت شايفها ملهاش لازمة، وإيه المهارة اللي نفسك تكتسبها من الجامعة فعلا. ولا تنسى اشترك في القناة، فعل الجرس، اعمل لايك لو الفيديو فادك، وشارك الفيديو مع صاحبك اللي دايما بيشتكي من المواد.